اهم حاجه في شغلانتنا وفي التشطيب عموما ان مهندس الديكور او شركه التشطيبات عموما لازم تهتم بادق التفاصيل. ليه ادق التفاصيل؟ علشان خاطر هي دي اللي بتسلم، كل بند بيسلم التاني. لو الشباك هنا ما ينفعش اخلي البوتاجاز موجود في الجزئيه دي. ممكن كمان تيجوا معايا اشرح لكم احنا عملنا ايه. ده من احد المواقع بتاعتنا. احنا هنا دي عندنا هنا طبعا اسسنا للثلاجه واسست كمان للديب فريزر الموجود في الجزئيه دي، وعملت حساب برضه الاناره علشان اللي يدخل من المطبخ يبقى الاناره بتاعته موجوده في الجزئيه دي. وكملنا طبعا كمالة المباني بتاعتنا، الجلسات بتاعت الشباك وربعته عشان الالموتان يجي مظبوط جدا، ويبقى عندي اليونت السفليه في الجزئيه دي وعندي اليونت العلويه، فالشباك ما يعارضش اليونت السفليه. اهم حاجه في شغلانتنا وفي التشطيب عموما ان مهندس الديكور او شركه التشطيبات عموما لازم تهتم بادق التفاصيل. ليه ادق التفاصيل؟ علشان خاطر هي دي اللي بتسلم، كل بند بيسلم التاني. هنا كده استخدمنا حطينا البوتاجاز. طب ليه يا باشمهندس احنا حطينا البوتاجاز في الجزئيه دي على طول؟ رقم واحد علشان التهويه، هيبقى الشباك جانبي مش الشباك امامي. لو الشباك هنا ما ينفعش اخلي البوتاجاز موجود في الجزئيه دي. طب ليه؟ علشان خاطر رقم واحد الاتربه والهواء هينزل على الاكل وهيطفي النار، وطبعا ما ينفعش. فعلشان كده بنخلي البوتاجاز بعيد عن الشباك. ولكن في حاله زي الحاله بتاعتنا دي ان الشباك جانبي